حبايبنا اللي فاكرين السوشيال ميديا واللي بتشوفوا عليها دي حاجة عفوية وكلام طالع من القلب، والأخبار والترندات اللي أنت بتشوفها كل يوم سواء في مصلحتك أو ضدها، دي حقيقة عايز أقول لك إنك عايش في التسعينات مش معانا في 2025 يا صاحبي. كل ترند أو هاشتاج أو رأي انتشر بشكل واسع أو أشخاص ظهروا فجأة أو سلوكيات أو أفكار وراها خطط تسويق وإعلانات مدفوعة ومصالح أشخاص أو منظمات أو دول. والله وانا مسؤول عن كلامي ده وعارف بقول لك ايه، فركز اولا في حالك واكل عيشك ومصلحتك انت واسرتك، وخليك قريب من ربنا على قد ما تقدر وعيش بايجابيه يا اخي. معلش لو الدنيا مضيقه معاك دلوقتي، بس صدقني مش هتفتح بتفكيرك ده، وخلي بالك ان دي حياتك، انت مش في فيديو جيم هتخلصه وتعمل ريستارت فتعيد من جديد. اليوم اللي بيروح ما بيرجعش وعمرك بينقص سواء برضاك او غصب عنك، فما تعتمدش اراء حد او افكار حد، لان اللي بيوجهك يمين او شمال بفيديوهات او اراء او ترندات هو مستفيد من ده بشكل مباشر او غير مباشر. وتاكد دائما من اللي بيتقال او بتشوفه مهما كان حقيقي، ده جزء من الصوره مش كل الصوره.